السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ النهارده بقى عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل معاكم طريقة بيتزا كده، طريقة سهلة وبسيطة ممكن كلنا نعملها في اي وقت. يعني انا مش بعتبر مقادير معينة، بس انا حبيت ان انا اوريكم ايه يعني بالظبط، يبقى المقادير بالظبط. معايا هنا بقى 3 اكواب دقيق زي ما انتوا شايفين كده. هوريكم الخطوات واحدة بواحدة، يعني بالمقدار بالظبط بالكوبايه يعني وكده، علشان ايه لو انتوا حابين تعملوها ولا حاجه. بصراحه الطريقه ديت كانت جميله جدا وكانت تحفه جدا، واول مره ان انا يعني ناكل بيتزا بالحلاوه دي. وبرضو في غلطه انا غلطتها، نسيت ان انا اقولها لكم، ونسيت برضو ان انا اضيفها. برضو هعرفها لكم هي ايه. معانا بقى ايه 3 اكواب دقيق، معانا معلقه ملح صغيره، ومعانا معلقتين سكر كبير، ومعانا كمان كوبايه زبادي، وكوباية لبن او نص كوباية لبن، على حسب ايه ما انت عايزة. الغلطة بقى اللي انا غلطتها هنا ان انا بقطع خلاص معجنت وحطيت كل المكونات الجميلة دي. طبعا ضفت مية. نسيت ان انا احط الخميرة، وكنت فاكرة ان خلاص كده وسبتها بقى ان هي تخمر وكده، واستنى فيها ان هي تخمر. ما خمرتش معايا بقى بصراحة، يعني ما يعني خلاص. قلت له ده انا نسيت اصلا ان انا احط الخميرة. المهم هنا هبتدي بقى اقلب المكونات كلها مع بعضها، وبعد كده هكمل لكم انا عملت ايه. هنا بقى قلبت الخميره مع قصدي قلبت الزبادي مع السكر والملح وحطيت ايه تاني. ان انا هنا بقى ابتديت ان انا اخلط الدقيق والزبادي واللبن والملح والسكر، وزودت كمان شويه ميه كده زي ما انتم شايفين، يعني حوالي كده ربع كوبايه. المهم فضلت ان انا بقى اقلب كده كل المكونات مع بعضها. هنا بقى فضلت ان انا اقلب المكونات كلها مع بعضها، وبعد كده طبعا فكرت ان الخميره خلاص كده العجينه باظت معايا. لا، العجينه بسم الله ما شاء الله ما باظتش ولا حاجه. هنا بقى ابتديت ان انا اخلط العجين كله مع بعضه كده زي ما انتم شايفين. حاولت ان انا يعني اظبط كده ايدي قدام الكاميرا وكده، بس انا بصراحه ما عرفتش ان انا اعجن خالص قدام الكاميرا. فانا قفلت الكاميرا فعلا وعجنتها وخلصتها وخلاص كده، فكرت ان انا خلصت العجينه وكده، وهي كانت لسه اصلا. المهم هنا حبيت بقى ان انا اضيف كمان معلقتين زيت زيتون زي ما انتم شايفين كده. انا ما بستعملش المعلقه يعني في العادي، انا بحط في العادي بالويم كده، يعني إيه على حسب ما انا شايفه وكده، بس انا حبيت ان انا اوريكم بالمعلقه علشان ايه تكون المقدار بالظبط. ما تقلقوش خالص، العجينه ديت ناجحه جدا جدا والله العظيم. كانت البيتزا كانت طعمها تحفه وكانت حلوه قوي، يعني ما كانش في اي فرق، بالعكس ده كانت احسن من المرات اللي انا عملتها قبل كده، وكانت رقيقة وكانت جميلة. يعني انا عملت كده وعملت كده بسم الله ما شاء الله. هنا بقى برضو حاولت ان انا اظبط ايدي في العجين، ما كنتش مالكة بصراحة، فحبيت بقى ان انا اشيل ايه العجينة كده وابتدي اعجن واحدة واحدة كده. طبعا جميلة لازم تظهر في اي فيديوهات. هنا بقى خلاص كانت قربت بقى تخلص العجين وكده، فابتديت بقى ان انا اعجن كده زي ما انتم شايفين، وخلاص بقى إيه خلاص خلصت بقى. هنا بقى خلاص كنت حابب برضو ان انا اوريكم العجينه بعد ما خلصت، وهنا خلاص بقى كنت خلصتها خلاص وفاكره انها خلصت اصلا. شوفوا بوريكم طراوه العجينه وكده، يعني يعني هي طريه ولا لا، على اساس ان انا ضفت كل حاجه وانا اصلا كنت ناسيه الخميره. المهم بقى غطيتها اهو، سبتها بقى تخمر، استنى فيها طبعا تخمر ما بتخمرش. قلت خلاص بقى انا هسيب العجينه وبعد كده تخمر بقى براحتها، ما انا على اساس ان انا حاطه لها الخميره وكده. قلت اما اروح بقى اقطع الفلفل كده، احنا بنحب الفلفل يعني شرايح صغيره كده ورفيعه. المهم كان معايا هنا بقى فلفل اخضر، وكان معايا فلفل الوان، وكان معايا طماطم. هنا بقى ابتديت ان انا اقطع الفلفل كده واحده واحده. في ناس بتحب تضيف طماطم او بصل او كده، على حسب ما انت عايزه الحاجه تبقى معاكي عامله ازاي. انا بحب اضيف طماطم وبحب اضيف الفلفل والزيتون وبس، ما بحبش اضيف اي اضافات تانية، على حسب ما انت عايزه وعلى حسب المكونات اللي موجوده عندك يعني وكده. هنا بقى ابتديت ان انا اقطع الفلفل الاخضر كله خلصته، وبعدين كده دخلت على اللي هو الفلفل الالوان. الفلفل الالوان اليومين دول بصراحه غالي في السوق قوي، يعني تقريبا الكيلو بتاعه يعمل 60 جنيه او كده. المهم ان انا كنت جايبه نص ب 30.
ابتديت بقى ان انا اقطع الفلفل الالوان اهو زي ما انتم شايفين كده. يعني انا بحب اقطعه شرايح ديت، يعني بالطريقه ديت. يعني كل واحده تحب تقطعه زي ما هي عايزه، بس انا بحب الطريقه دي. هنا بقى كنت خلاص خلصت، وحبيت ان انا اوريكم برضو الشكل النهائي بتاع تقطيع الفلفل بتاعي. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تتابعوني دايما، ولو في اي حاجة او عايزين تضيفوها لي او عايزين تقولوها لي او تعرفوها لي، يا ريت تقولوها لي، تكتبوها لي في الكومنتات. يعني انا بسمع لاي حد، ويعني بعمل بالنصيحة لو النصيحة كويسة يعني وكده بعمل بيها. هنا بقى كنت خلاص هبتدي بقى اعمل صلصة البيتزا بتاعتي. معايا بقى هنا مكعبين زبدة وسقطة كده زيت زيتون. هنا كان خلاص الحاجة يعني سخنت وكده. هبتدي بقى اضيف على الزبدة وزيت الزيتون معلقتين توم كبار. يعني ما بيتحطش بصلة للصلصة بتاعة البيتزا، لا بتحط معلقتين توم كبار. هنا بقى كانت التوم كده ابتدى يتحمر. خلاص بقى يعني يا دوبك يتشوح، مش بحمره قوي، لا انا بشوحه بس في الزيت كده، لان الثوم بيدي للصلصة طعم حلو وريحة حلوة بصراحة يعني. بتكون ريحتها حلوة قوي. المهم هبتدي ان انا اقلبه كده مع بعضه حبة حلوين يعني كده لحد لما الثوم بس يا دوبك يدبل معايا. هنا بقى ابتديت ان انا اضيف معلقتين زعتر. معلقتين زعتر كبار يعني وكده. وبعد كده حطيت معلقه ملح برضو صغيره، يعني مش كتير قوي عشان حاجه ما تبقاش حادقه معاكي، لان اللي ما تنسيش ان انت بتحطي زيتون على البيتزا وكده، فعشان الحاجه ما تبقاش حادقه معاكي قوي يعني يا دوبك تطعمي الصلصه دي. حطيت معلقتين الزعتر، وحطيت شويه ملح صغيرين، وحطيت برضو عليهم شويه فلفل، وهسيبها بقى تتسبك براحتها كده. هنا بقى حبيت ان انا اوريها لكم يعني شكلها عامل ازاي، وكانت ريحتها بسم الله ما شاء الله، كانت ريحتها تحفه قوي. يعني احسن من الجاهزه بكتير. اما تيجي تعملي اي حاجه ما توقفيش نفسك، اعملي بالموجود. هنا بقى كنت خلاص طبعا ضفت الخميره وسبتها بقى تخمر تاني. وكنت بوريكم بقى ان هي خلاص يعني خمرت بقى. كانت بسم الله ما شاء الله، كانت حلوه معايا قوي والحمد لله. يعني ما كانش في حاجه باظت ولا حاجه. كنت خايفه انها بصراحه تبوظ وكده، بس الحمد لله يعني ان هي ما باظتش. هنا بقى ان انا ابتديت ان انا افردها هوت واحده واحده كده معاكم. انا بفرد بالنشابه ديت، ما عنديش اللي هي النشابه الكبيره ديت، يعني ديت بتبقى ديت المتوفره عندي يعني. اهو ابتديت ان انا افردها في الصينيه بقى واحده واحده كده. يعني انا ما بحبهاش السمك بتاعها لا تخينه قوي ولا رفيعه قوي، يعني بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. وزي برضو ما انتوا تحبوا، يعني في ناس بتحبها تخينه وفي ناس بتحبها رفيعه وكده. هنا بقى كانت الصلصه الجميله هي بعد ما اتسبكت حطيتها بقى على البيتزا كده. وبعد كده بقى فردتها على البيتزا، وابتديت بقى ان انا خلاص بقى يعني اكون المكونات بتاعتي واحطها بقى على الصينيه وكده. ال الصلصة ديت بسم الله ما شاء الله كانت ريحتها حلوة قوي. وفي الاكل كانت طعمها حلوة قوي. بس الملح برضو كان يعني كان فيه زيادة سنة. يعني شفتوا ان انا حطيت معلقة صغيرة ازاي، بس برضو يعني انا برضو حبيت ان انا اقول لكم عشان ما تغلطوش غلطتي، عشان يبقى يعني اللي ما بينه وما بينكم يبقى في امانة وكده وفي ثقة ان شاء الله. ما تحطوش ملح كتير، يعني حبة صغيرين. هي كانت حادقة يعني سنة كده صغيرة. هنا ابتديت بقى ان انا احط الفلفل الالوان كده. انا كنت مقطعه كمان مع الفلفل الاحمر ده طماطم شرايح يعني وكده. هوريكم بس اول صينيه انا يعني تقريبا عملت 3 صواني. عملت الصينيتين الكبار زي دول في المقاس دي، وصينيه صغيره عملت عليها برضو اللي هي كانت الصغيرة دي. وكان معايا هنا شرايح بانيه. كنت مطلعة حتتين بانيه كده وحمرتهم، وقلت يعني هضيفهم على البيتزا دي، بتخليها برضو طعمها حلو، وفي نفس الوقت بتديها طعم كده عشان تكون مغذية وكده. المهم ان انا خلاص كده ابتديت ان انا اخلص البيتزا بتاعتي. وحطيت الشرايح الفراخ زي ما وريتكم كده. وكان معايا برضو الميكس ده عبارة عن جبنة موتزاريلا على زيتون على حتت لانشون صغيرة كده وجبنة شيدر وكده.
هنا بقى انا بشتري الميكس ده مع بعضه كده بصراحة بيوفر عليا حاجات كتير. هنا بقى ابتديت